السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلقات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله كريم البرتقال اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة وبمكونات موجودة في مطبخك. بجد الوصفة دي حلوة جدا ومضادة للشيخوخة وبتعمل على تفتيح البشرة. وبجد لو في حب شباب او في اي بقع بتقضي لك عليه تماما. بجد ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت يا حبايب قلبي لو بيعجبكم وصفاتي تشيروا لي الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوا الفيديو. بجد الوصفة دي حلوة قوي، عملناها بمكونات بسيطة قوي هتشوفوها في الفيديو. يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا عشان نعمل كريم البرتقال، هنكون معانا برتقانه كده نقسمها نصين، وهتجيب العصاره وتعصريها كده من فوق. تمام، انا هعصرها وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى انا كده عصرت البرتقانه اهي زي ما انتم شايفين. عصرتها واخدت منها 6 معالق اهو. بالمعلقه بتاعت الاكل اخدت 6 معالق. بعد كده هجيب معايا معلقه نشا اللي هو الكورن فلاور، وهبتدي احطه هنا كده معلقه واحده بس. تمام اهو يا حبايبي. طبعا لازم اقلبه كويس، تدوبيه كويس. لازم تقلبيه، ما تخليش فيه اي حاجه خالص. هيبقى احلى كريم برتقال هنعمله مع بعض. كده يا حبايبي بقى بعد ما قلبته كويس انا مش هرفعه على النار، انا هعمل له حمام ميه سخنه عشان اخد فوائد عصير البرتقال كلها. هتبقى مفيده جدا للبشره. لما احطه على النار مش هاخد الفوائد بتاع عصير البرتقال. تمام، انا هعمل له حمام من الميه وارجع لكم، حمام ميه سخنه وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى بعد كده يا حبايبي بعد ما عملت له حمام الميه السخن بقى لونه كريمي كده وجميل. شوفوا لون الكريم بجد روعه. بعد كده يا ريت بقى ما تقلوش عن كده. تمام، بعد كده دي معلقه زيت زيتون. طبعا انت مش حابه زيت الزيتون، انا بحب زيت الزيتون قوي. انا بحب زيت الزيتون، فانت مش حابه زيت الزيتون ممكن تحطي لي زيت ممكن تحطي زيت لوز، زيت جوز الهند، اللي يعجبك حطيه. اي حاجه اللي يريحك خالص حطيه اهو. بعد كده هحط دي معلقه سيرم او معلقه عسل. انت لو عندك عسل ابيض حطي. تمام، انا حاطه سيرم بيبقى جميل قوي برضو. واقلب الحاجات دي كده يا حبايبي بقى. بعد ما خلصت كل المكونات حطينا زيت زيتون وحطينا، تحطي معلقه عسل ابيض او معلقه سيرم زي ما انتم شايفين كده. وصفه جميله جدا جدا. كده يا حبايبي بقى حطينا المكونات خلاص. هما مكونين 2 اللي حطيناهم عليه. حطينا زيت زيتون، طبعا انتوا تحطي اي زيت انت حباه، وعسل نحل او السيرم. طبعا انتوا عارفين عسل النحل مضاد طبيعي للبشره، ولو في اي اثر للحبوب يعني بيقضي عليها تماما. انا بقى هعبيه في علبه كده يا حبايبي بقى. بعد ما فضيته في العلبه زي ما انتوا شايفين اهو. انت اي علبه عندك حطي فيها. احنا يا حبايبي هنحط الكريم في التلاجة. هو مدة صلاحيته 7 ايام، فانت ما تعمليش كميات كبيرة، اعملي كمية صغيرة ولما يخلص اعملي غيرها. اصحاب البشرة الحساسة لو انت عندك حساسية فانت ما تحطيش الكريم على الوجه على طول، لا اعملي له اختبار، حطيه على ايديكي. لو حسيتي باي التهاب او اي حرقان فانت ما تحطوش على الوجه. الاستعمال بتاعه هنغسل الوجه بالميه وبعد كده ننشفه ونحط الكريم على الوجه ونسيبه كده حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة نغسله بمية باردة من الحنفية وننشف الوجه تاني. وبعد كده نحط الكريم المرطب بتاعنا اللي احنا بنحطه. بجد الوصفة دي حلوة جدا في التفتيح. ان شاء الله هتنول اعجابكم وهتشوفوها بجد ان شاء الله من اول استعمال. وهي بجد الوصفة دي مضادة للشيخوخة وبتعمل على تفتيح البشرة، ولو في حب شباب او اي بقع بتقضيلك عليها باذن الله. ايه رايكم يا حبايبي في الوصفه دي؟ يا ريت لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايكات. بجد الوصفه دي رائعه، ان شاء الله تنول اعجابكم. يا ريت لو عجبكم الوصفه اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.